بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نبدأ حلقة النهاردة عن قرعة كأس العالم. منتخب مصر وقع في كأس العالم، وقع في مجموعة في كأس العالم، مجموعة حلوة، مجموعة يعني لو حسام حسن بنفسه اللي عايزها مش هتطلع كده. بس قبل ما نبدأ تنساش تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. طبعا منتخب مصر وقع في مجموعة معاه بلجيكا ومعاه ايران ونيوزيلندا. طبعا اقوى فريق في المجموعه هو بلجيكا. ايران يعني تقدر تكسب ايران مفيش مشكله. نيوزيلندا معروفه ان هي منتخب يعني سهل قوي ناخد الثلاث نقط، يعني 3 نقط نيوزيلندا مضمونين ان شاء الله. ايران قول تعادل يبقى 4 نقط. بلجيكا هنخسر طبعا، فيعني نصعد تاني زي الفل، والف مليون مبروك. انا فرحان يا جماعه، بجد فرحان، لان المجموعه دي انا كنت قاعد عمال اتفرج على القرعه ولا بلاش دي، لا بلاش دلوقتي، ايوه هنا يعني كنت قاعد ايه اللي هو يا ترى ايه، يا ترى ايه هنقع مع مين. يعني عندك منتخب المغرب وقع مع البرازيل واسكتلندا وهايتي. اول ماتش البرازيل والمغرب، طبعا مباراه هتكون صعبه جدا. منتخب المغرب شرف افريقيا وشرف العرب، وكان نص نهائي كاس العالم اللي فات. فمنتخب المغرب اعتقد ان هو مثلا اصعب مباراه هي البرازيل، اسكتلندا، هايتي سهل المغرب ان هو ان شاء الله يقدر يفوز. عندك السعوديه معاها اسبانيا ومعاها اوروجواي والراس الاخضر برضو، يعني مجموعه صعبه شويه. اسبانيا اوروجواي هما اصعب فريقين مع السعوديه. برضو الجزائر ارجنتين ومعاها النمسا ومعاها الاردن. ف بصوا كل فريق معاه مجموعته صعبة، ولكن مجموعة مصر بلجيكا، مصر، إيران، نيوزيلندا، فالصراحة مجموعة كويسة. نتوقع بإذن الله منتخبنا يأدي أداء كويس، إن شاء الله نقدر نصعد من المجموعة دي بإذن الله. يعني محدش يقول لي بقى إن هتحصل مش عارف إيه ونقعد نحسب حساباتنا وأصل بلجيكا لا، نركز. نقدر والله العظيم نقدر يا رجالة. مجموعة حلوة، مجموعة نقدر إن إحنا نصعد منها باذن الله يا رب، باذن الله. كابتن حسام حسن كان قاعد النهارده في القرعه، اول ما المجموعه ما خلصت كابتن حسام ابتسم ابتسامه كده اللي هو ايه، يعني يلا بقى نبدا كاس العالم. فيعني واوعوا تفكروا تمشوا كابتن حسام حسن، لو حد مشي كابتن حسام حسن هتحصل مشكله. كابتن حسام هيطلع في الاعلام ويبهدل الدنيا. فان شاء الله كابتن حسام هنشوف طبعا اداؤه في افريقيا مع منتخب مصر. باذن الله نأدي اداء كويس نروح لكاس العالم ان شاء الله. بقى يعني نتوكل على الله، وباذن الله التوفيق لمنتخبنا ان شاء الله. طبعا بكره منتخب مصر الثاني هيلعب مع الامارات الساعه 8، مباراه مهمه جدا، لان احنا طبعا اتعادلنا اول مباراه مع الكويت، واخر مباراه هتكون مع الاردن. فلكن بكره فوز مصر مهم علشان باذن الله نصعد في كاس العرب. برضو عندنا اخبار عن النادي الاهلي. صفقات الاهلي بقى في الصباغ وبلولو وحمدان. الاهلي بيستكشف حامد حمدان. يعني ايه بيستكشف حامد حمدان؟ طبعا بعد ادائه مع منتخب فلسطين والهدف اللي احرزه امبارح في مباراة فلسطين، يعني هدف حلو قوي، شوطة من بره، صاروخ صاروخ. فحامد حمدان مميز في التسديد. والاهلي يعني في حالة ان ديانج مشي، في حاله ان مروان عطيه جاله عرض، مع ان ضد رحيل مروان عطيه، وديانج لو وافق على العرض المالي تمام، ما وافقش مفيش مشكله، حامد حمدان موجود. فالاهلي بيستكشف هل حامد حمدان فعلا ماضي للزمالك ولا لا. طيب امكانيه ان بتروجيت يسيب حامد حمدان، طبعا دي معروفه ان بتروجيت بنسبه كبيره لو جه عرض من النادي الاهلي فبتروجيت هيسيب حامد حمدان للنادي الاهلي. فالاهلي بدا يستكشف موضوع حامد حمدان. بولولو ايضا صفقة كويسة، ولكن لسه الاهلي بيحاول يشوف مع يستروب هل انت مهتم ببولولو ولا لا. بابلو الصباغ التفاوض وصل لمرحلة عالية جدا، ولكن واقفين في حتة صغيرة قوي وهي جنسية اللاعب. هم عايزين بابلو الصباغ ياخد الجنسية الفلسطينية. لو خد الجنسية الفلسطينية فخلاص، فانت بقيت لاعب موجود عندي، تعامل معاملة اللاعب المحلي، فوفرت لي مكان أجنبي. فحاليا التفاوض مع الصباغ في حتة إنك تجيب الجنسية الفلسطينية، الأهلي هيخلص معاك. دياباتي بدأ العرض المالي يعلى شوية، الوكيل بتاعه بيطلب أرقام عالية.
فالاهلي لسه بيشوف موضوع دياباتيه، هل برضو يستروب مصمم على دياباتيه مثلا فالاهلي يسهل الامور الماديه شويه، ولا نشوف صفقه تانية؟ ولكن اتمنى بقى هنا ان احنا ننجز في موضوع الصفقات. احنا معانا شهر، شهر 12 كله في توقف، هنلعب في كاس الرابطه. يستروب الماتش اللي جاي اعتقد الخميس او الجمعه هيكون مع انبي في كاس الرابطه، كاس عاصمه مصر. فيستروب يقدر يشوف بقى مين الراحلين، محتاج ايه. طبعا احنا كلنا عارفين ان احنا محتاجين مهاجم ومدافع وباك شمال وباك يمين يا ريت، وخط نص لو عرفنا نجيب حمد حمداني يبقى زي الفل. فباذن الله توقعوا ان الفتره القادمه هيكون في ضغط من النادي الاهلي لانهاء الصفقات، بحيث ان يناير ان شاء الله الاهلي يكون مخلص على الاقل مع صفقتين ثلاثه مميزين باذن الله. طيب دي كده حلقتنا ودي كده اخبارنا. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتصلوا على النبي. اشوفكم دايما بافضل صحه وافضل حال. شكرا ليكم، سلام عليكم.